السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتي مفاتيح منزلية. اليوم ولادك ما بغاوش ياكلوا لك الخضرة، ما ياكلوا لك الزرودية، ما ياكلوا لك كابوية، ما ياكلوا لك والو. اليوم بقالك شوية نتاع خضرة وبغيتي ديري بها حاجة وخممتي وما عرفتيش واش ديري. اليوم الحل عند مفاتيح منزلية، تقدم لكم واحد الكيش، واحد الفطيرة رائعة غير بالخضر وياكلوها ولادك، وتأكدي باللي يعاودوا يزيدوا يطلبوا منك تخدميها لهم للمرة الثانية. إذا حرتي اختي تبعي معايا الفيديو من الاول للاخير نوريك الطريقه. بسم الله. هنايا عندي شويه خضر، عندي اللي متوفرين، عندي جزر، عندي بصل، عندي كابويا، عندي فلفل اخضر مقطع مربعات، وعندي شويه دجاج. في المقلاة ناخذ هذيك البصل اللي كنت انايا مربيتها، ومن الاحسن ما تربيهاش، قطعيها مربعات باش ما تجيك شويه مره. وعندي كابويا محكوكه، وعندي جزر محكوك، وعندي شويه دجاج كان عندي شويه، وعندي فلفل اخضر، حبه فلفله خضراء ثاني هي نديروها في المقلاة كما راكم تشوفي. هاد الخضر دوك نطيبوها كاع مع بعض ونديروها باش نديرو بها لافارس، نديرو بها هاد لافارس. شوفي معايا، وعندي هنايا شويه زيت، وعندي نديرو شويه ملح، ونديرو حبه ثوم مرابيه كما راكي تشوفي معايا اختي في الصوره، وعندي شويه ملح ونديروها فوق النار، نار هاديه. وعندي فلفل احمر، وعندي كركم، وعندي توابل الدجاج كما راكم تشوفوا معايا. وإلا ما عندكش الدجاج، شوفي المهم لا فارس اللي تكون عندك. هنايا في ريسيبيو نقبضوا عندي حبه بيض حراره المطبخ، عندي هنايا كاس اللي يرفد 220 مليلتر كما راكي تشوفي، حليب دافي كما راكي تشوفي. وهذه هنا باش نخدموا العجينه السائله. وعندي ملعقه كبيره ماشي معمره نتاع خميره الخبز، عندي ملعقه صغيره سكر كما راكي تشوفي اختي، وعندي نديروا رشه تاع ملح، نخلطوا مليح وتاكدي باللي هذا الكيش السائل يجي روعه. وشوفي البنه نتاع الخضر ما تتبنيهاش نهائيا وياكلوه ولادك. هنايا عندي 4 كاس نتاع الزيت، ما يعادل 6 مغارف كبار نتاع زيت. وعندي هنايا رشه ملح كما راكي تشوفي، ونخلطوا مليح هاد المكونات. وهنايا عاود درت هنايا شويه توابل مشكله تجي في العجينه تعطيها نكهه رائعه. ولا تبغي ديري كذلك اعشاب منسمات، لك كامل الحريه. المهم هذه الطريقه وهذه العجينه اخواتي قادره ديروها حتى في رمضان، تساعدكم كثير. ولا اخر دقيقه في الليل تكوني حاصله ديريها اختي ودي حطي لهم ويتعشى وما شاء الله. هنايا عندي الكاس اللي يرفد 220 مليلتر، راني قسمته على قسمين. درت الاول وزدت، وهنايا نسيت نقطع لي المقطع، عندي مغرف صغيره تاع خميره الحلويات. المهم الفرينه جاتني كاس معمر تاع 220 مليلتر، كاس معمر تاع 220 مليلتر، ونخلطهم مليح حتى تختفي نهائيا هذوك الحبيبات نتاع الفرينه في هذا السائل كما راكم تشوفوا. خلطوا شوفوا القوام تاعها يجي ثقيل، شوفوا هكا ماشي ثقيل بزاف بصح شوفوا سائل هكا كيما تاع يشبه شويه تاع الكيكه، اخف شويه يشبه له هكا. ونغطوها بسربيته ونخلوها تختمر في مكان دافي. هي الفور تاعي راه يسخن في هذه الاثناء. هنا انا طفيت على هذيك الخضر اللي طيبتها، طابت لي غايه الغايه، طفيت عليها وراني خليتها على جنب تبرد. شوفوا هنايا بعد ما خمرت لي العجينه، شوفوا القوام تاعها كي ولا زادت ثقالت تشبه كيما تاع البغرير. هنا نقبضوا المول تاعي كما راكم تلاحظوا، ودهنت حتى لي مول الاخرين نتاع لي طارطولات دهنتهم بالزبده كذلك، ودرت لهم الفرينه وخليتهم على جنب. انا يا درت شوفوا درت قلت كان ما كانت شيطي العجينه باش نعمر بهم هذوك لي مول.
شوفوا هنا عمرت العجينة تاعي وقبضت هذيك ها شوفوا هذا الخليط وعمرت به كامل هذيك العجينة تاعي. وكانت عندي شوية بطاطا مقلية قطعتها قطع كذلك. كانت عندي مقبل انايا زدتها قطعت بها قطع وشرائح من تاع الزيتون اخضر والاسود. وهنايا كذلك زدت لها حبيبات نتاع نصف حبه تاع طوماطيش قطعتها قطع صغيره كما راكم تلاحظوا معايا. وهنا زينتها بالزيتون. شوفوا الحشو انتي وش بغيتي ديري الحاجه اللي تكون عندك، بصح من الافضل نستغلوا هذا الخضر اللي ما ياكلوهناش الاطفال وحتى الكبار، ولادنا الكبار ولا حتى الازواج تاعنا ولا خوتنا، ونستغلوهم في هذا الكيش هكا. وشوفوا عمرت هذوك لي طاختولات تاوعي هذو بهذيك الحشو اللي كان باقي لي. وبعد ما عمرتها هنايا الكوشه تاعي راه سخنت مليح. هنا زدت الفرماج مبشور. هنايا درتها في الرف الوسطاني وخليتها تطيب في غردها. كي طابت لي طابت لي شعلت عليها من فوق تدي غير تحميره. شوفوا هنايا شوفوا كي نقلعوا معايا هنا ليمون فاسين مو ينقلعوا معايا ما يغبنوكش اختي. شوفي عدل الليمون شويه حامين. شوفي خبطيهم غير خبطه خفيفه. شوفي كي هودوا طابت ما شاء الله. شوفي اختي معايا شوفي يتنحاو لك. شوفي ما يلصقوا ما والو حتى هاد الليمون ما شاء الله ملاح. شوفي اختي في الساعه ينقلعوا لك. قادره ديري هذه العجينه اختي في رمضان وتستعمليها وتجيك ما شاء الله والداخل تجي خفيفه ريشه. شوفي يا اختي معايا وطايبه روعه وتجي ميدمه وشابه وذوق نتاعها رائع. ان شاء الله اخواتي شوفوا تجربوها نتوما بانفسكم وانفسكن ولا انفسكم جميعا. تجربوها وتكتشفوا المذاق نتاعها والله ما تصدقوش البنه ولا اروع. شوفوا هذا الكيش السائل ما شاء الله. في الأخير نقول لكم إن شاء الله تعجبكم وصفة هذا نهار اليوم. كلها وصفات اقتصادية وفي متناول الجميع. وإن شاء الله تعجبكم هذه الوصفة الرائعة. أنا نسميها سلاكة اللي تسلكك في آخر لحظة. وإن شاء الله تعجبكم هذه الوصفة. ما تنسوش الاشتراك وتفعيل الجرس واللايك وواحد التعليق شباب كيفكم. كانت معكم مفاتيح منزلية والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.